ابو عبد الله، اشوفك عندك بطيخ انوجح اليوم. ايه خيرات. في ايام الصيف هالايام زين. سبحان الخالق العظيم، ايام الحار يبغى للواحد شيء يبرد على قلبه. صحيح. وعدنا من الخيرات الجيح والبطيخ، وعدنا الشمام. اي اذا كان بارد بعد ما يحتاج، ترد الروح. عندك شيء؟ ايه عندنا قصيدة بعنوان الجح هو البطيخ والشمام. نسمعها منك. أقول فيها: ولقد ذكرت الله في إنعامه، فهو الودود الواهب العلام. في يوم حر فيه فاحت مهجتي، لهبا وفت بروحي الإضرام. أخرجت من ثلاجتي بطيخة، وشممتها لما دنا الإطعام. وذكرت فيها قبل ذا شمامة، في شمها يأتي الأنوف هيام. خلق الثمار لخلقه كي يشكروا، فبشكرهم يتزايد الإنعام. آثار أنعمه علينا قد بدت، وإليه يأتي الحمد والإكرام. لم يحصها عد هناك وحاسب، تاهت بها الألباب والأقلام. هذا هو الصنع البديع لربنا، أفهل تجيء بمثله الأصنام. أعطى إلى الإنسان ما يحتاجه، حتى لمن زلت به الأقدام. شكرا إله الخلق حتى ينقضي نفسي، ويعدمني الحياة حمام. هذه مواهبك السنية لم تزل فينا، ويوجب شكرك الإلهام. نعم ثلاث قد ذكرتك عندها، الجح والبطيخ والشمام، والباقيات فلست أحصي عدها ما دامت السنوات والأيام. مع ذاك لم أنسى الحسين، وقد قضى عطشا تجرعه الحمام. طغام ما بل موجته بعذب فراتهم. السلام عليك مولاي أبا عبد الله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ما بل موجته بعذب فراتهم، قست القلوب وطبق الإجرام. ورضيعه ما كان يهدأ من ضمن، وإلى المنية أسلمته سهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.